فيديو جديد عن الفويس اوفر او التعليق الصوتي بناء على طلب الجماهير، علشان الموضوع ده اتطلب مني كتير الفتره اللي فاتت، وعلشان كمان انا عارف ان في جزء كبير من الناس اللي متابعيني على القناه مهتمه بالتعليق الصوتي او الفويس اوفر، فحبيت نرجع للمحتوى ده تاني، وان شاء الله هيكون جزء من المحتوى اللي بيتقدم على القناه دي. انا مش بغير محتوى القناه للتعليق الصوتي، لا هو اصلا هي عليها محتوى تعليق صوتي فعلا، فاحنا هنكمل في الاتجاه ده ونكمل في بقيه الاتجاهات اللي هي السيلف ديفلوبمنت او ازاي تبقى كاريزماتيك، ازاي تحسن برزنتيشن سكيلز بتاعتك، مهارات التقديم بشكل عام. كل الحاجات دي برضه هتفضل موجوده، لكن بناء على طلب الجماهير دلوقتي انت بتشوف فيديو عن التعليق الصوتي او الفويس اوفر. وعايز اقول لك الفيديو ده هيكون قوي جدا، علشان اخر مره انا عملت محتوى عن الفويس اوفر او التعليق الصوتي ده كان من بدري شويه، ففي حاجات كتير اتغيرت، في حاجات كتير انا طورتها في الموضوع عندي. عملت هوم ستوديو، وعايز اقول لك ان انا صورت الفيديو اصلا في الهوم ستوديو من شويه، بس الوضع كان سيء جدا عشان الدنيا كانت حر قوي وانا عرقت، ويعني حسيت مش هينفع الفيديو يطلع بالمنظر ده، فرجعت اصور هنا تاني، وان شاء الله هبقى ابين الهوم ستوديو في وقت تاني. المهم من غير رغي كتير خلينا نبدا. قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك على القناه لو انت لسه ما اشتركتش. اشتركت خلاص؟ تعالى بقى اقول لك ليه الفيديو ده فعلا هيكون اقوى من اي فيديو اتعمل قبل كده. هو هيكون تطبيق عملي على سكريبت من السكريبتات اللي انا عملتها بشكل شخصي قبل كده. هو شغل اتعمل لكلاينت من الكلاينتس بتوعي، هنتناقش فيه شويه وهنعرف فيه شويه تفاصيل احنا محتاجين نعرفها، زائد ان احنا هنطبق عليه في الاخر، وهقول لك هو بيتعمل ازاي بالظبط. يعني تقدر تقول ان الفيديو ده فيه تطبيق عملي على بروجكت حقيقي. خلينا نبدا بقى في الكلام المهم جدا اللي انت المفروض تبقى عارفه وفاهمه كويس قبل ما تعمل السكريبت بتاعك، قبل ما تسجله، علشان تعمل فويس اوفر او تعليق صوتي باحسن شكل ممكن. انا قعدت دردشت مع نفسي شويه كده وطلعت باربع حاجات انت المفروض تاخد بالك منهم كويس قوي قبل ما تسجل اصلا، علشان عكس ما الناس متوقعه او عكس ما ناس كتير معتقده ان انا باخد السكريبت يلا اسجله دلوقتي. لا، هي الدنيا مش كده. علشان فعلا تبقى بروفيشنال فويس اوفر ارتست، او علشان تعرف تطلع اداء احترافي او بروفيشنال، محتاج تعرف شويه حاجات وتعمل حسابك على شويه حاجات. تعالى بقى نبدا بان انا اقول لك هو احنا ليه اصلا بنعمل فويس اوفر، والعميل بيدفع فلوس في الخدمه دي ليه اساسا. يعني هو عايز صوتك على الفيديو بتاعه او على الاعلان بتاعه علشان يعمل ايه. ضروري جدا جدا تكون عارف حاجه زي كده الاول. ببساطه احنا بنعمل فويس اوفر علشان توصل الرساله بتاعه المحتوى اللي انت بتعمله فويس اوفر او تعليق صوتي باحسن شكل ممكن. ليه؟ انا اشتغلت قبل كده في الماركتنج او في التسويق كفريلانس، وحاليا شغال ماركتنج سبيشالست. واللي بنعمله ان احنا لما بنيجي نطلع بحمله تسويقيه او بماركتنج كامبين، هنقول مثلا ان احنا هنستخدم فيها فيديو، سواء فيديو متصور او موشن جرافيك. لو الفيديو ده معلهوش فويس اوفر فهو بيفتقد كتير من الحياه فيه. طب الكلام ده ما بياكلش عيش، يعني ايه برضو بيفتقد كتير من الحياه؟ ببساطه يعني انا لو عامل فيديو سواء متصور او موشن جرافيك ومعهوش فويس اوفر، فانا عشان اوصل لك رسالته لازم تكون فكرته واضحه جدا بالصناعه بتاعته نفسها، اللي هو الفيديو نفسه المتصور او الانيميشنز بتاعت الموشن جرافيك. بالعكس كمان ده انا هطلع السكريبت او هطلع الكلام اللي انا عايز اقوله كتكست، يعني كلام كده هيطلع في الفيديو، فده مش هيوصل الرساله بتاعتي باحسن شكل ممكن. طب ايه اللي هيوصلها؟ الصوت. مش بس الصوت الاحترافي المتدرب فعلا ان هو يوصل الرساله اللي زي دي. طب ليه العميل بيعمل كده؟ يعني علشان فعلا الصوت يدي حياه للفيديو والجو ده؟ لا، هو العميل مش بيفكر كده، او يمكن في بعض العملاء بيفكروا كده، بس هو الفكره ان اللي فاهم هو بيعمل فويس اوفر ليه او بيدفع فلوس كويسه في الفويس اوفر ليه، هيبقى فاهم كويس قوي ان هو بيعلي الار او اي بتاع الكامبين بتاعته. الار او اي ده اللي هو الريتيرن اون انفستمنت. انا لما بعمل ماركتنج كامبين او لما بدفع فلوس في اعلانات على اي بلاتفورم بقى، على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، ايا كان، ببقى مستني ان انا لما بدفع فلوس يجي لي عائد عليها. فمثلا لو انا بعمل حمله تسويقيه او ماركتنج كامبين، هدفها ان انا الناس لما تشوف الفيديو ده يجي لي مسجات منهم، يبعتوا لي مسجات، يبعتوا لي رسائل، او لما تشوف الفيديو ده الناس تروح على الويب سايت. فمثلا هنقول مثلا الكلام ده مش واقعي او الارقام دي مش شرط خالص تكون واقعيه، انا بقول مثلا لو انا المسج بتاعتي مثلا اللي بيجيبها فيديو من غير فويس اوفر يجيبها لي مثلا ب5 او 6 جنيه، فاكيد لو هحط فويس اوفر عليه وهاجي اعمل عليه نفس الاعلان، بدل ما هيجيب لي المسج ب6 جنيه ممكن يجيبها لي ب2 3 جنيه، علشان الرساله بقت اوضح بكتير، فاكيد النتائج هتكون احسن بكتير. وعلشان كده دي حاجه توضح لك مثلا ليه الفويس اوفر او التعليق الصوتي اللي الناس بتستخدمه استخدام تجاري بيكون اغلى بكتير. يعني مثلا انت المفروض لما حد يجي يطلب منك دقيقه اعلان ده يعني استخدام تجاري هو هيكسب منه، هيكون سعرك مختلف شويتين عن ان هو مثلا يطلب منك نفس الدقيقه علشان يذاعها في ايفنت معين مره وخلاص. فالاستخدام التجاري ده بيوضح قوي قيمه التعليق الصوتي اللي انت بتسجله، علشان ببساطه هو بيترد بشكل واضح جدا ومباشر كفلوس للعميل بتاعك، بيكسبه فلوس. من غير التعليق الصوتي بتاعك او من غير الفويس اوفر بتاعك هو ما كانش هيكسبها. خدت بالك معايا قد ايه الموضوع
ضروري جدا يكون احترافي، وضروري جدا وانت بتعمله تكون عارف انت بتعمل ايه بالظبط، مش هو كلامه خلاص، عشان في ناس كتير للاسف معتقده ان هو كلامه خلاص، ده حد بيتكلم وبيسجل صوته وشكرا. طيب تعالى نخش بقى على المرحله اللي بعدها، وهو الاربع حاجات اللي انا قلت لك عليهم اللي انت المفروض تبقى واخد بالك منهم كويس قوي في السكريبت قبل ما تسجله، وخلينا نتناقش فيهم قبل فعلا ما نخش على التطبيق العملي والتسجيل الفعلي فعلا. اول حاجه هيكون كويس قوي لو اخدت بالك منها، او لو كان في اوبشن اصلا ان العميل يوريها لك، هي المزيكا بتاعت الفيديو او بتاعت الاعلان اللي هيتحط عليها الفويس اوفر. المزيكا بتنقل لك كتير من الاحساس اللي انت المفروض تبقى حاسه وانت بتعمل التعليق الصوتي او انت بتعمل الفويس اوفر، زي بالظبط ما المزيكا بتاعت اي فيلم او اي اغنيه بتعيشك في مود معين. هو ده اللي انا قصدي عليه، المود ده هو اللي مطلوب منك ان انت تحس بيه وتشعر بيه شعور فعلا حقيقي وصادق وانت بتعمل فويس اوفر او انت بتعمل التعليق الصوتي بتاعك. خلينا ناخد مثال سريع على حوار المزيكا ده. هسمعك اتنين يعني مزيكتين ينفعوا يتحطوا على سكريبت واحد عادي. يمكن مفروض ساعتها نغير السكريبت، بس عادي يعني نفس السكريبت ممكن يتحط عليه الاتنين باك جراوند ميوزك او المزيكا الخلفيه، بس هينقل مود تاني خالص. تعالى اسمعك كده اول واحده فيهم. طيب تعالى نسمع التانية. نفس السكريبت ممكن يتقال على اللي احنا سمعناها دي او اللي جايه دي بقى. فهمت قصدي؟ السكريبت هيتقال بطريقه معينه على الاولاني وطريقه تانية خالص على المزيكا التانية. فلو قدرت او لو دي كانت حاجه متاحه ان الكلاينت بتاعك او العميل بتاعك يبعت لك الموسيقى اللي هيركب عليها الفويس اوفر بتاعك، ده يبقى حاجه حلوه جدا جدا جدا، عشان هتساعدك توصل للاحساس المطلوب او الاحساس المناسب للسكريبت بتاعك او للاعلان اللي هيتسجل. طيب ايه تاني حاجه؟ بما انك بقى اللي انت بتعمله ده جزء من الماركتنج كامبين او من الحمله التسويقيه بتاعه العميل بتاعك، فخليني اقول لك معلومه سريعه كده عن الماركتنج او عن التسويق ضروري جدا تكون عارفها وانت بتسجل. كل حمله تسويقيه الناس بتاعه التسويق بتعملها بيبقى ليها تارجت اودينس او بالعربي جمهور مستهدف. الجمهور المستهدف ده بيبقى ليه شويه صفات، هو بيحب ايه، بيكره ايه حالته الاجتماعيه، معاه فلوس كتير ولا نص نص ولا مش قوي، عايش فين، سنه من كام لكام، من الناس اللي بتتكلم انجليزي كتير في كلامها ولا بيتكلموا عربي بس. فحاجه مفيده جدا 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 ان انت تكون عارف مين التارجت اودينس بتاعك، مين التارجت اودينس بتاع الاعلان ده، او مين الجمهور المستهدف اللي الاعلان ده المفروض يوصل له. مثلا في الحاله بتاعتنا النهارده او في التطبيق العملي اللي احنا هنطبقه كمان شويه على السكريبت اللي انا قلت لك عليه، السكريبت ده هيكون لكلاينت في الريل ستيت او في سوق العقارات. فهو في سوق العقارات بيستهدف مين بالظبط؟ هو مبدئيا ممكن جدا يكون بيستهدف ناس من اول ال 34 35 سنه ل 60 65 سنه. ليه؟ ما هي الناس دي اللي غالبا ممكن تكون وصلت لسن ان هي معاها فلوس فتقدر تستثمر، بغض النظر ان الناس دلوقتي كلها بقت يعني تعبانه وحالتها صعبه، بس اللي معاه فلوس غالبا هيكون في السن ده في المرحله العمريه دي. فهعرف ان انا بكلم ناس الى حد ما كبار في السن شويه، هعرف ان انا بكلم ناس معاها فلوس كتير وبكلمهم على استثمار، فما ينفعش اكلمهم بطريقه سوقيه. وهنا انا مش قصدي بسوقيه ان هو انا هقول لهم كلام بذيء مثلا، مش ده القصد، قصدي بطريقه سوقيه، الطريقه نفسها بتاعه الالقاء. يعني مثلا هل تفتكر ان انا ممكن في الفويس اوفر او في التعليق الصوتي بشكل عام هقول لك قشطه يا معلم؟ هل ينفع اعمل كده؟ على فكره ينفع اعمل كده، بس في اعلان الجمهور المستهدف بتاعه هيبقى مناسب ليه كلمه زي كده. لكن ما ينفعش مثلا ابقى في اعلان مستهدف جمهور للريل ستيت او للعقارات او الاستثمار بشكل عام واقول له معانا استثمارك هيبقى زي القشطه. محدش هيحب يسمع ده والاعلان بتاعي هيفشل، علشان ببساطه هو مش موصل الرساله بالطريقه الصح للشخص الصح. هو هيوصل للشخص اللي انا عايز اوصلها له بس هيوصله بالطريقه الغلط خالص. فضروري جدا ابقى عارف ايه التارجت اودينس بتاعي، ايه المنتج بتاعي بالظبط، بيناسب مين، علشان اعرف اكلمهم بلغتهم، عشان اعرف اكلمهم بطريقتهم. فاحنا كده اتكلمنا على حاجتين، هي الموسيقى الخلفيه، يا ريت لو تقدر تسمعها قبل ما تسجل السكريبت بتاعك، وكمان مين الجمهور المستهدف اللي انت بتوجه له الفويس اوفر بتاعك او اللي الاعلان متوجه ليه اصلا. ثالث حاجه بقى، هو الفيديو هدفه ايه؟ الفيديو هدفه اعلان، ايوه ما هو اعلان، بس ايه هدف الاعلان؟ في الماركتنج او في التسويق ممكن يكون في كذا هدف للاعلان. ممكن يكون الاعلان بيعي، ممكن يكون الاعلان هو هدفه ان هو يبيع منتج معين او يخلي الناس
الناس فعلا تاخد اكشن وتستثمر في العقارات مثلا. ممكن يكون هدفه توعية، بس ممكن اكون انا لسه فاتح شركة جديدة فبعمل اعلان علشان اخلي الناس كلها تعرف ان في شركة بالاسم الفلاني، اخليهم يسمعوا اسمي كتير ويشوفوني كتير، بس مش اكتر. انا مش عايز مبيعات دلوقتي. او هو ده الصح اصلا في الاول، ان انت تخلي فيه توعية كافية بالبراند بتاعك او باسمك. فلما هعرف اصلا الفيديو او الاعلان هو هدفه ايه، هقدر احدد الاداء بتاعي، هقدر احدد انا محتاج بقى اخليه اداؤه بيعي ولا اداؤه طبيعي قوي. هو يعني ايه اداء بيعي؟ هنفهم دلوقتي في التطبيق العملي، هوريك يعني ايه بيعي وازاي تبقى بيعي وازاي برضه تبقى طبيعي. حاجه زي كده انت ممكن تعرفها بطريقتين. ممكن تعرفها من الكلاينت او العميل بتاعك، تعرف هو اصلا الفيديو هدفه ايه بالظبط، هيبيع بيه ولا هيعمل بيه حاجه تانية. وممكن جدا كمان تعرفها من السكريبت، ممكن تقرا السكريبت وتشوف هو ايه هدفه، هو متارجت ايه بالظبط. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس قبل ما نعمله هقول لك على رابع واخر حاجه انت المفروض تاخد بالك منها قبل ما تسجل السكريبت بتاعك، وهو بقى الكلاينت عايز ايه. يعني دي حاجه مش هينفع نتجاهلها مهما كانت الظروف. انت المفروض تبقى عارف كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول دي، والمفروض كمان تعملها. لكن ولنفترض ان الكلاينت او العميل بتاعك عايز حاجه معينه مخالفه خالص للي انت عارفه، مخالفه خالص للي انت مقتنع ان هو صح. هقول لك انا شخصيا في الحاله دي بعمل ايه، علشان ده بيحصل وبيحصل يعني كتير الى حد ما. ببساطه بعمله اللي هو عايزه، يعني بشوف هو عايز ايه بالظبط، عايز الاداء عامل ازاي، وبعمله زي ما هو عايزه بالظبط. وبعدين بشوف انا شايف ان هو المفروض يتسجل ازاي علشان يكون كويس وعلشان يكون بروفيشنال، وبسجله زي ما انا شايف. بقترح عليه، بقول للعميل بتاعي ممكن ادي لك اقتراح تاني، اقتراح مختلف. فتمام لو قابل، وغالبا بيكون قابل، فبسمعه الاثنين او ببعت له الاثنين، وهو بقى يقرر هيستخدم ايه براحته. بس المهم ان انا ريحت العميل، عملت له اللي هو عايزه فعلا، علشان هو بيدفع فلوس عشان ياخد سيرفيس معينه، فلازم ابقى مريحه جدا في السيرفيس او الخدمه دي. زائد ان انا عملت برضو اللي انا مقتنع وعارف كويس ان هو صح. طيب خلينا بقى ندخل فعلا على التطبيق العملي، على السكريبت بتاعنا، وتعالى نحلله كده مع بعض ونشوف هو بيعي ولا مش بيعي، ولا ايه ظروفه، هو عايز يوصل ايه للناس. مبدئيا كده يعني خليني ادردش معاك وانا بفتح السكريبت. هو انت المفروض قبل ما تسجل اصلا تقرا السكريبت كويس، يعني دي خطوات بقى قبل التسجيل. يعني مش هتمسك السكريبت وتقوم يلا هسجل دلوقتي حالا وخلاص وتسجل على طول. انت المفروض تقراه الاول قرايه عاديه جدا، حتى لو من غير صوت خالص، ببساطه علشان لما تيجي تسجل ما تبقاش اول مره بتقراه فتتهته في النص او حاجه. زائد كمان ان انت تبقى فاهمه وحاسه كويس، تبقى فاهم السكريبت، مش مجرد بتسجله بصوتك وخلاص. ضروري تبقى فاهمه ومقتنع بيه الاقصى حد، علشان لما بتكون مقتنع بالسكريبت بتاعك ادائك بيطلع صادق جدا، مش بيطلع فيك او مزيف. عكس ما بتبقى انت بتسجل علشان العميل قال لي يلا هسجل الكلمتين دول، بيبقى ادائك مزيف جدا ومحدش هيصدقك. يعني الاداء المزيف ده هيوصل للناس اللي هتسمعك، هيوصل للناس ان انت مش صادق او مش مصدق اللي انت بتقوله. فضروري جدا قبل ما تسجل، غير طبعا التسخين ان انت تسخن صوتك اصلا، والحاجات دي ممكن نعمل لها فيديو تاني مخصوص، بس ضروري جدا ان انت تبقى عارف السكريبت بتاعك كويس وقاريه كذا مره قبل ما تسجله. وخليني اقول لك بقى السكريبت بيقول ايه. السكريبت بيقول ما تفكرش كتير واحجز مقعدك في معرض TVL Expo، اللي هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري علشان تقدر تختار بين اكتر من مشروع. ما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان، علشان سعر النهارده غير سعر بكره. مبدئيا يعني انا ساعات برضو مع الكلاينت بتاعي، ساعات لو انا شايف حاجه ممكن تتعدل ممكن اقول له. بس مثلا هنا في السكريبت انا ممكن يكون عندي ملحوظه صغيره، ان مثلا احجز وحدتك الان في الاخر دي انا هحبها جدا تكون احجز وحدتك دلوقتي. يعني يمكن ده ملوش علاقه باللي احنا بنعمله دلوقتي قوي، ان احنا عايزين نسجل فويس اوفر او تعليق صوتي، بس مهم برضو من وجهه نظري ان انا ابقى عارف ايه المنطقي وايه اللي مش منطقي قوي. يعني الكلام كله عاميه مصريه، فاحجز وحدتك الان بعد كل الكلام عاميه مصريه مش يعني على ودني مش لذيذه قوي. فما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان، ممكن جدا انت ما تفكرش كتير واحجز وحدتك دلوقتي. طيب خلينا بقى نتناقش هو السكريبت ده عايز ايه بالظبط. هو بيقول ما تفكرش كتير واحجز مقعدك في معرض TVL Expo. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ما تفكرش كتير واحجز مقعدك دلوقتي، يعني من الاخر انا بلعب على مشاعر الناس اللي بتسمع، اللي هو ما تفكرش كتير، الحق قبل ما يحصل ايه. ما انا هقول لك دلوقتي قبل ما يحصل ايه، بس المهم الحق اعمل كده بسرعه. فانا كده خدت بالي ان انا المفروض ابقى حماسي شويه في الVO بتاعي. الVO اللي هو الفويس اوفر طبعا، عشان انا عايز اقول له يعمل حاجه بسرعه قبل ما ايه بقى، قبل ما يحصل ايه. خلينا نكمل قرايه السكريبت. ما تفكرش كتير واحجز مقعدك في معرض TVL Expo، اللي هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري علشان تقدر تختار بين اكتر من مشروع. طيب انا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش الحق احجز ليه، ما افكرش كتير ليه، يعني في ايه؟ ما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان علشان سعر النهارده غير سعر بكره.
هي دي بقى السكريبت عايز يقول للعميل بتاعه ان السعر النهارده غير سعر بكره، خلي بالك الدنيا بتغلى دلوقتي بسرعه جدا، التضخم مبوظ الدنيا، واسعار النهارده فعلا غير اسعار بكره عشان الدنيا بتغلى كل يوم بشكل غير طبيعي، فالحق احجز دلوقتي بقى. فانا عرفت من هنا ايه؟ عرفت من السكريبت ان انا المفروض اكون حماسي، المفروض اكون بيعي الى حد ما، الاداء بتاعي يكون بيعي. مش معنى على فكره ان هو بيعي يبقى مش طبيعي، ممكن يبقى بيعي اوفر وممكن يبقى بيعي طبيعي، وهسمعك الاثنين دلوقتي. وعرفت كمان هو انا ليه اصلا عايز استعجل الناس وعايز اكون حماسي، علشان سعر النهارده غير بكره، فالحق لازم الحته دي تبان في نبره صوتي. وحددت شويه كلام في السكريبت بتاعي المفروض اركز عليه كويس قوي. اولهم لما هقول في معرض TVL اكسبو، العميل بتاعي عايز يسوق للمعرض بتاعه، فضروري جدا اسم العميل او اسم البراند يكون واضح، فما ينفعش اقول TVL اكسبو مثلا في وسط الكلام كده وخلاص، لازم اتك عليها وتكون واضحه الى حد كبير. طيب ايه تاني المفروض يكون واضح؟ مثلا هقول اللي هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري. اللي كتب السكريبت ده عايز يوضح للعميل بتاعه ان تعالى المعرض بتاعي علشان ده مهم جدا ليك، علشان هو هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري. 50 مطور عقاري ده رقم كبير طبعا، علشان كده هو حاطه في السكريبت بتاعه اللي بيسوق بيه للمعرض بتاعه، فضروري جدا انا اكون فاهم حاجه زي كده وابقى لماح واخد بالي منها في السكريبت وابقى متك عليها قوي، استرس عليها على قد ما اقدر. 50 مطور عقاري ضروري اخد بالي من الحته دي. وبعدين علشان تقدر تختار ما بين اكتر من مشروع ما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان. احجز وحدتك الان ده الكول تو اكشن، اللي هو الجزء اللي بيتكتب في السكريبت علشان يخلي الناس تاخد اكشن. عارف مثلا لما انا باجي في اول الفيديو او في اخر الفيديو اقول لك اعملي سبسكرايب دلوقتي، ده اسمه كول تو اكشن. ده فعلا يعني كل حاجه اثبتت ان هو بيخلي الناس فعلا تاخد اكشن. يعني لما بقول كده في فيديو فعلا في كميه ناس بتسبسكرايب او تشترك في القناه اكتر بكتير من ان انا اعمل فيديو من غير ما اعمل الكول تو اكشن. فالكول تو اكشن ده حته مهمه جدا 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 في السكريبت بتاع اي اعلان. فلما هقول احجز وحدتك الان برضو ضروري اخد بالي ان دي حته مهمه في السكريبت بتاع الاعلان فاتك عليها. طيب طبعا واضح ان الاضاءه اللي ورا ظهري البطاريه خلاص خلصت، فمعلش هنكمل كده. طيب يبقى انا كده عرفت بقى انا هركز على ايه وهتك على ايه بالظبط في السكريبت بتاعي. يلا بينا نسجل. دلوقتي هسجل بطريقتين، طريقه بيعيه قوي وطريقه بيعيه طبيعيه الى حد ما، بحيث ان اول طريقه دي هتحس ان انت فعلا بتسمع اعلان عايز يبيع حاجه بشكل قوي. تاني طريقه هتحس برضو ان انت بتسمع اعلان بس بدل ما هو حد بيبيع لك هو حد بيحمسك، حد بيتكلم معاك زي ما اي حد بيتكلم معاك بحماس، حد مصدق في الموضوع فعلا بيحاول يحمسك ان انت تاخد الاكشن ده. خلينا بقى نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الطريقة البيعية جدا. ما تفكرش كتير واحجز مقعدك في معرض TVL اكسبو اللي هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري علشان تقدر تختار بين اكتر من مشروع. ما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان علشان سعر النهارده غير سعر بكره. طيب ده الاداء البيعي الاوفر الى حد ما يعني في اوفر اكتر من كده بس كفايه. طيب خلينا بقى دلوقتي نخلي الاداء برضو بيعي علشان ده هدف الاعلان، بس الاداء المره دي هيكون بيعي ومايل شويه للطبيعه، يعني هيكون حماسي بس شويه بس هو طبيعي. خلينا نشوف. ما تفكرش كتير واحجز مقعدك في معرض TVL اكسبو اللي هيوفر لك اكتر من 50 مطور عقاري علشان تقدر تختار بين اكتر من مشروع. ما تفكرش كتير واحجز وحدتك الان علشان سعر النهارده غير سعر بكره. طبعا ده يرجع بقى للعميل ويرجع لك انت هتحب ايه اكتر. انا شخصيا بفضل التاني اكتر، وبرده ده بيتحكم فيه حاجات كتير، بيتحكم فيه المزيكا اللي العميل هيستخدمها، بيتحكم فيه الشوتس اللي هيستخدمها عليها، الفيديوز اللي هتركب على بعضها فتعمل الاعلان. برضو انا بحب اشوفها او يستحسن ان انا اشوفها قبل ما احط الVO. كل الحاجات دي هتفرق شويه في الاداء اللي انا بعمل بيه الاعلان. لكن لو انا ما عنديش اي معطيات ممكن اعمل الادائين دول وابعتهم للعميل وهو يختار زي ما هو حابب. لو انت مكمل معايا الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فياريت تعمله لايك، ولو حابب تشوف فيديوز اكتر زي دي ما تنساش تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وشكرا جدا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي وبس كده. السلام عليكم.